كي جاتكم كويبا اخوتي؟ جاتني كويبا واعره. هذا السخط هذا الاي اش راه عملنا شي دراهم. ما علينا اخوتي، غادي نواجهوا هولندا كيف ما شفنا كاملين، اللي جات في المركز الاول في المجموعه ديالهم بنفس الرصيد اللي جينا به حنايا الثانيين في المجموعه ديالنا اللي كانت معنا فيها البرازيل. اقوى منتخب كان عندهم في المجموعه هو الياباني، وتعادلوا معاه بجوج. اليابان اللي تعادلت في اخر مباراه ديالها مع المنتخب السويدي، وبالتالي السويد ضمنت 4 نقاط. ما علينا، ما هادشي كامل ما كيهمناش، كتهمنا هولندا. هولندا عندها الكثير من نقاط الضعف اللي نقدروا نلعبوا عليها ونتغلبوا عليها، فخصوصا انها كتلعب طريقه لعب هجومي، واذا حكمنا على وسط الميدان نقدروا نقتلوها. هولندا ليست هولندا التي كانت ترعب الخصوم فيما مضى. نقدروا اننا ندخلوا، واذا ركزنا مزيان وانتهزنا الفرص اللي غادي يجونا نقدروا ان شاء الله باذن الله اننا نغلبوها وندوزوا للدور القادم. وما علينا اخوتي، عملتكم فيديو شامل كيف ما شفتوا معايا اخوتي، فيديو شامل على منتخب هولندا. حللنا طريقة اللعب ديالهم، ايضا لمحة تاريخية للمنتخب الهولندي، منها وصولهم من 3 نهائيات كأس العالم وعمرهم ما فازوا فيه، ونقط اخرى وكثيرة غادي نهضروا فيها في الفيديو اللي نزلتكم في يوتيوب. اللينك غادي تجبروها الخوتي في البيو، ولا ما جبرتوش في البيو. الاسم ديال القناه محمد بن مسعود 22. فمرحبا بكم عندنا اخوتي، دردشه خفيفه ظريفه حللنا فيها بعض نقاط القوه ديال المنتخب الهولندي ونقاط الضعف المنتخب الهولندي اللي خصنا ضروري نركزوا عليهم باش اننا نغلبوهم ان شاء الله وندوزوا الى الدور القادم.